عملت النهاردة حلو سهل وبسيط وغير مكلف، بس كان الطعم رهيب بجد بجد حلو قوي. عملته النهاردة، ولادي قاعدين بالليل بقى سهرانين، طبعا احنا في اجازة وعايزين حاجة حلوة يا ماما. فكرت اعملهم الحلو ده بمكونات بسيطة في كل بيت، ومش هتجيبي اي حاجة من بره. نسمي الله ونصلي على الحبيب. ومتنسوش لايك واشتراك في القناة، وكمان لايك ومتابعة لصفحتي على الفيسبوك. والأول مرة يشوف قناتي، أنا اسمي سما عمر. هنعمل النهاردة حاجة حلوة ولذيذة وخفيفة، و5 دقايق وهتعمليها. نسمي الله ونصلي على الحبيب وندخل نشوف هنبدأ بإيه. أول حاجة كده جبت بقى حلة طاسة، شوف انت هتعملي المكون الحلو ده بإيه. جبت حوالي نص كوباية من الزبدة. أنا فضلت الزبدة عن السمنة، بس لو انت معندكش الزبدة السمنة برضو هتبقى كويسة. نص كوباية زبدة يعني حوالي 4 معالق من الزبدة أو السمن. حطيت عليهم كوباية واحدة من الدقيق. هدنا نشوح فيها كده شوية لحد ما تتحمص معانا، وتبدأ ريحة الدقيق يطلع معانا شوية بشوية، يعني مش أقل من 3 دقايق تشوحي الدقيق. تمام. معايا هنا لتر من الحليب. فضلت ان انا اسخنه كويس جدا علشان لما تيجي تستعمليه مع الدقيق. طبعا الدقيق بتاعنا سخن وهو السمنة، يبقى لازم الحليب سخن علشان ما يعملش اي تكتلات، ويفك معاكي ويبقى مظبوط معاكي لما بتيجي تقلبيه بالشكل ده. كده بعد ما وصلت للسمك اللي انا عايزاه الخليط بتاعنا، حطيت حوالي نص كوباية من السكر، وحطيت كمان فانيليا. يا ريت تكون الفانيليا بتاعتك تكون نفاذة كده وحلوة، سواء بودر او سايلة، علشان تخلي الخليط بتاعنا ده حلو. تمام، او ريحته حلوة. كده السمك بتاعنا كده كويس والخليط مظبوط، احنا كده مظبوط معانا. جبت بولات بقى، كاسات، شوف انت هتفضيه في ايه. ممكن تفضيه كمان الخليط ده كله في صينية، مفيش اي مشكلة. احط بقى الخليط بتاعنا ده بقى كريمي وزي العسل، طعمه حلو قوي قوي، هيعجبكم. حطيت كده حوالي 3/4 الطبق او البولة، ما مليتش الطبق قوي، وهسيبها تبرد تماما. جبت بقى بولة فاضية، هحط فيها كوباية ونص من المية تكون باردة. حطيت كمان معلقتين كبار من النشا، هدوبهم كده على البارد لحد ما النشا والمية يدوبوا مع بعض، وهتركهم كده على جنب. هنشوف الخطوة اللي بعدها. اجيب بقى طاسة، يفضل تكون ألمونيوم او ستانلس، يعني ما تكونش تيفال، علشان الكراميل بتاعنا لونه يبان معانا، يبقى تشوفي اللون او الدرجة اللي انت عايزاه. حطيت كوباية من السكر، وهدنا نقلب كده لحد ما يبدأ من الجناب يبدأ يتكرمل كده ولونه يتغير. بتبدأ تقلبيه باستمرار لحد ما انت شفت كده داب معانا ووصل للدرجة ديت اللي احنا عايزينها. كده تمام. انزل بقى الخليط بتاعي اللي هو النشا على المية اللي احنا دوبناهم. انزل كده شوية بشوية، وانا بقلب ايديا بتقلب كده على طول. ما تقلقيش لو تمسك معاكي، ما تقلقيش هيفك. بقى بالشكل ده فك معانا وبقى مظبوط. وكده الكراميل بتاعنا جاهز، حلو قوي وجاهز معانا. وادي الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها بردت تماما. بعد ما بردت بنزل بقى الطبقة كده من الكراميل على الاطباق بالشكل ده، حلو قوي. هسيبها تبرد وبعدين ادخلها التلاجة. وبعدين بقت بالشكل الجميل ده، الطعم خطير، حلو قوي، جميل جميل بجد. جربي الوصفة الحلوة بتاعنا السهل ده، والله مش اقل من 5 دقايق هتعمليه. ايه رأيكم في الجمال ده؟ انتوا لما تجربوه اكتبوا لي، قولوا لي رأيكم ايه، عجبكم ولا لا. وما تنسوش اللي مش عمل اشتراك في القناة يعمل اشتراك، وياريت تشيروا الفيديو ده لأكبر عدد ممكن علشان يوصل لكل الناس والكل يستفيد من بعضه. اشوفكم على خير في فيديو جديد.